إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخوة الإسلام، كثير من الناس يغرقون في هموم الحياة، فلا يجدون فيها إلا الأسى والحزن والضيق، لكنهم يتناسون أو ينسون أن فيها مواقف تستحق الفرح والسرور والابتسامة. ولذلك فإنك لا تجد ديناً من الأديان أو حضارة من الحضارات أو دستوراً أو قانوناً يرفع من قيمة الفرح ومن قيمة الابتسامة ويجعلها عبادة ويجعلها قربة ويجعلها من المعروف إلا دين الإسلام، دين أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واختاره الله لهذه الأمة، هذه الأمة الخيرة. ولقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة تبين أهميتها وتبين عظمتها وتبين آثارها. أحاديث كثيرة اجتزأت بعضها مذكرا نفسي وإخواني بها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعن أبي جريج جابر بن سليم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وكما صح هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فقد تكاثر هذا الأمر من فعله ومن حاله صلى الله عليه وسلم. فانظروا، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يفرح فرحا شديدا عندما أنزل الله توبته على الذين خلفوا في غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه:
فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. لما جاء يبشره بتوبة الله عليه كان الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، يقول: كان يبرق وجهه من السرور صلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين. وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يرى البشر في وجهه، أي السماحة والطلاق والسرور، فقيل: يا رسول الله، إنا نرى البشر في وجهك لم نكن نراه من قبل. قال: أجل، إن ملكا أتاني فقال: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن ربك يقول لك: أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه 10. قال: قلت: بلى، أن يرضيني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، أي صنع في نجران، برد نجراني غليظ الحاشية، أي حاشيته غليظة، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، أي شد برد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فنظرت إلى صفحة، أي جانب عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت فيها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك فأمر له بعطاء. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، أي ما حال بيني وبين الدخول عليه حاجب أو بواب، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. فصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين. قال جرير: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذه أحاديث من عشرات الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم تبين لنا سيرته في العسر واليسر والمنشط والمكره، تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يريد أن يدخل الفرح والسرور والبشاشة على قلوب أصحابه وعلى قلوب أمته، فصلوات الله وسلامه عليه. اعلموا يا إخوة الإسلام أن أقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة لا تحصر. يقول أبو حاتم بن حبان في كتابه روضة العقلاء: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي، ومن بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك. لماذا
يهتم الإسلام بأن يكون الإنسان بشوش الوجه طلق المحيا بسام الثغر في وجه إخوانه وفي وجه مجتمعه، لأن الابتسامة هي القيد المميز للإنسان. الابتسامة من أهم صفات الجنس البشري، فهي التي تميزه عن كثير من الكائنات، بل إن علماء المنطق جعلوها علامة مميزة فارقة لغيره من الكائنات، فيصفون الإنسان بأنه الضاحك لذاته. الابتسامة دليل الحياة ودليل النشاط، فمن ابتسم فهذا يدل على أنه حي قلبه متفائل في حياته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم ويحب الفأل. الابتسامة تجمع قلوب الناس وتنزع الكراهة من وساط المجتمع. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدة المحبة. وقال ابن القيم رحمه الله: الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ من الدين ما بلغ، ولن يجلب اللطف وما يجلب اللطف في القلوب، فليس الثقلاء بوافر حظ ولا هم بخواص الأولياء. الابتسامة زاد الدعوة وخلق الدعاء، وحسبكم قول الله في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي هششت وببشت وتبسمت لأصحابك، ولو كنت غير ذلك وكنت غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء وسيد الأولياء وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. لو لم يكن كذلك لانفض أصحابه من حوله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، فما بالكم من دونه. ارتقى الإسلام بهذا الفعل البشري الذي هو فطرة وغريزة في البشر، ارتقى به إلى أن جعله عبادة. لماذا جعل الإسلام هذا الأمر عبادة؟ لأنك تدخل السرور على نفس أخيك المسلم، وهذا من أجود العطاء وأعظم أنواع الكرم والجود. ولذلك يذكر في الأمثلة: البشاشة خير من القراء. القراء هو طعام الضيف، أن تلقاه باشا هاشا خيرا من أن تقريه وأنت عبوس قمطرير. الابتسامة توصل العلم للجاهل والدعوة للمقصر، وتذكر الناس وتوقظ الساهي، لأن الابتسامة لها تأثير عظيم على عقل الإنسان وقلبه وجهازه العصبي. الابتسامة تقضي على التوتر وتزيل مجتمع الكراهة، ويصير المؤمنون كالجسد الواحد في المحبة والألفة والرحمة، كما وصفهم رسولهم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الابتسامة علاج مجاني، ولذلك فإن كبار الأطباء في كتبهم القديمة والحديثة جعلوا ابتسامة الطبيب جزءا رئيسا من العلاج. لهذا كله ولغيره
مما ندركه ومما لا ندركه. قد جعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، ومن المعروف أن تلقاه وأنت منبسط الوجه إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه وسلم، وبعد. إخوة الإسلام، من منكم من لا يتمنى أن يتصدق كل يوم من المال وهو لا يدفع شيئا؟ من منكم من لا يتمنى أن يتصدق كل يوم من المال ويزداد رصيده؟ من منكم من لا يحب أن يحبه الناس ويثقون به؟ من منكم من لا يحب أن يعيش مستقرا مطمئنا هادئ البال؟ كلكم يحب ذلك، فما السبيل إلى ذلك؟ إنها الابتسامة في وجه أخيك، إنها الابتسامة التي تنشرها بين مجتمعك، إنها لا تكلفك شيئا ولا تكلف عضلات وجهك طاقة. تذكر إن خيرها عليك ابتداء قبل خيرها على غيرك، تروح نفسك وتجعلك مستقرا متفائلا، تزيل عن نفسك حالة الهم والغم والاكتئاب التي يعيشها أكثر الناس، وتزيل الحواجز بينك وبين إخوانك وأصدقائك وجيرانك، حيث تقضي على ترقب والشك والخوف والقلق. إخوة الإسلام، هذه الأحاديث وما ذكرنا من معناها يذكرنا بأمر يغفل عنه كثير من العباد، وهو أنهم قد يحتقرون هذه الأشياء ويستصغرون هذه الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تحقرن من المعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه الأمور التي قد يستصغرها الناس وقد لا يقيمون لها وزنا، هي في ميزان الله عظيمة، هي في ميزان الله أساسيات ينبني عليها الدين وتنبني عليها الأمة وينتصر بها الإسلام. أذكركم بأمر قد يستغربه الناس ويقولون: ما لكم شغلتم الناس بالفروع بالقشور بالشكليات، يصفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولو قيل لأحدهم إن كلامك من الفروع ومن القشور ومن الشكليات لغضب، ولو قيل له أن كلام شيخك من هذا الباب لغضب، فما باله يصف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا قال آمين فقولوا إيش؟ آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى هذا الفعل الذي هو في مقياس البشر قليل وقد لا يتنبه له كثير من المصلين. إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة، لأن الملائكة تؤمن على تأمين الإمام، لا تسبقه ولا تتأخر عنه، غفر لك ما تقدم من ذنبك. والله إننا لنجد ولنكد ونشتغل ونعمل ونقوم الليل ونصلي النهار، لماذا؟ ليغفر لنا ذنبنا، فما بالكم بهذا العمل اليسير يغفر لك تقدم من ذنبك. والأمثلة على ذلك كثيرة،
انظروا مثال آخر: قد ندب الشرع الصائم إذا غابت الشمس وغاب قرصها في رمضان أن يفطر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، أي تؤخر الفطر، أي تعجل، فهي إذا عجلت بقيت على سنة النبي. انظروا زيادة: لا يزال الدين عزيزا ما عجل الناس الفطر. أمور لا يتنبه لها كثير من الناس، لكن ينبني عليها عزة الدين وعزة الإسلام وعزة الأمة ووحدة الأمة. لا تحقرن أخ الإسلام من الإسلام شيئا، والله يناديك: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال ابن عباس: السلم هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام كبيره وصغيره، أهمه ومهمه، أصوله وفروعه، ادخلوا فيها كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان الذي يجعلكم يفرق بين الإسلام، بين الإيمان، بين الإحسان، بين السنة، بين القرآن. نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. هذا ليس سنن النبيين أو الصحابة والتابعين، إنه سنن المغضوب عليهم والضالين. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ملك البلاد أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقم الصلاة.